بحق الخلع؟ يعني استاذ اشرف، انت شايف الناس شايفاه صح ولا لا؟ هم مش مستوعبينه. لا هو يعني باصين له من بره، مش فاهمين حقيقه الخلع ايه. مم. يعني هو الخلع اصلا ده نظام اسلامي، يعني ده مذكور حتى في القران يعني. تمام. فدي مش حاجه جديده، لكن هي بس فعلت في مصر جديد. مم. يعني ما كانش موجود، ما تمام. كانش بيتاخد بيها قبل سنه 2000. مم. ولكن هو حل مشاكل كتيره، لان ما ينفعش ان الست تعيش مع راجل وهي مش عايزاه. تمام. يعني ما بس ينفعش. على فكرة أحيانا دلوقتي كتير ممكن نشوف رجالة يعني ومحترمين وكل شيء، بس يقولك أطلق ليه وأهد البيت ليه؟ طالما هي متضايقة خلاص هي تعمل خلع، على الأقل أنا أحتفظ بمؤخر الصداق وما ادفعش ولا بقى نفقة متعة ولا أي كلام من ده. فاللي هو يعني المسألة بقت فيها نوع من أنواع المصلحة أكتر منها اللي هو حق ممكن ان هو يرده للزوجه. يعني حتى معروف ان المؤخر ده ممكن الزوجه تطلبه، مش شرط في الطلاق، ممكن يوم الصباحيه تقول انا عايزه أيوة. مؤخر الصداق، ده دين بيبقى عليه. فرأي حضرتك ايه؟ ما انا بقول لك هي نفس المشكله برضه، مم. بسبب تاخر اجراءات التقاضي. يعني يعني المشكله كلها في تاخر اجراءات لان لو التقاضي كان في يعني واثبات برضو الضرر. القضايا بتخلص بقضايا الاحوال الشخصيه، او مم. بمعنى اصح قضايا الطلاق، مم. هتخلص بنفس سرعه الخلع. ما كانتش الست لجأت للخلع، لان هو الزوج تمام. اللي بهذا الشكل ما هو اكيد مضر بالست دي. لان هو الخلع معمول لمين؟ معمول للراجل اللي هو كويس جدا، يعني راجل ما فيش غلطه عليه، لكن في حقيقي نفس صح. الوقت الست مش هي مستلطفاه. اللي مش عايزه يعني بالظبط، هو حقيقي. الخلع بدأ كده بس يعني. اصبحت دلوقتي عاطل لكن بباطل. دلوقتي هو الراجل سيء جدا، مم. ومطلع عين مراته، ومراته مش عارفه تثبت ده، او مش قادره يعني تعيش وخلى حياتها في المحاكم. وخلى الكويس كمان يبقى مش كويس يعني. هو يقول لك طب ما انا اطلق ليه، ما هي تخلعني. لان هو عارف ان هي يعني فكره، هيقول لك ايه، تقعد لها في المحاكم 3 4 سنين، يعني دي الفكره مم. العامه يعني. مم. هتقعد 3 4 سنين في المحاكم وخلاص، فما قدامهاش غير الخلع يعني. تمام. لكن لو كان الموضوع بيخلص بسرعه، ما كانش طيب جت فرصه هل للخلع. حضرتك شايف ان الاسباب اللي ممكن الزوجات في عصرنا المعاصر ممكن تكون بتلجأ للخلع، لو هنتكلم من الناحية الدينية بيبقى ليهم حق ولا لا؟ ممكن المسألة يبقى فيها نوع من انواع الدلع، اللي هو شخط فيها شخطة انا هخلعك، اللي هو ما جابلهاش حاجة نفسها فيها انا هخلعك. يعني حضرتك شايف برضو ان بيستخدم بشكل عقلاني من تجاه بقى الزوجات؟ يعني لو هنقول برضو ان ممكن في رجالة وحشين، بس من حق الست انها تلجأ للخلع، وهل القاضي بينظر لممكن مشاكل من النوعية دي؟ هو عموما بالنسبه للخلع، ما بيوصفش جواه السبب. يعني هم. الخلع بالذات ما بيوصفش جواه هي ايه سبب ان هي عايزه تخلع. هم. ولكن انا يعني نظره عامه للستات، الست بشكل عام عاطفية حريصه، لا يعني. حريصه على ان البيت حقيقي. يكمل. يعني هي هم. الستات عندهم موضوع الجواز شيء مهم، يمكن الراجل مش ما عندوش نفس النظره هم. دي للجواز. فكون الست توصل لمرحله ان هي مش عايزه تكمل، هم. ده معناه ان في خلل جوهري جوه البيت. تمام. يعني مش سبب، قادر يحتويها، مش في قادر عدم يفهمها. احتواء، او تمام. ممكن في مشاكل ماديه كبيره جدا. يعني هم. هو دايما الطلاق ما بين اي راجل هم. وست، الخلاف بيحصل بينهم يا اما في مشكله عاطفيه كبيره، يا مشكله ماديه كبيره، واحيانا بيبقوا الاثنين مع بعض. طب ما فيش ما تفاهم، يعني ممكن برضو يبقى كل واحد ما فيش كيمياء ما بينهم. طب رأي حضرتك ايه في محاكم الأسرة اللي برضو أصبحت موجودة مع قانون الخلع، اللي هي تعتبر برضو باب سوري، قال يعني بنحاول نوفق ما بين الزوج والزوجة، يعني برضو من ضمن إجراءات التطوير. طب ما هو أكيد قبل ما يلجأوا للقضاء أكيد يعني دخلوا بالمنطق ناس قرايب، ناس أصدقاء. هل محكمة الأسرة بتستطيع فعلا التوفيق ما بين اتنين وصلوا للقضاء اللي هم المفترض في يوم من الايام كانوا شركاء في رحلة حياة؟ هو عموما في حاجه استجدت، اللي هو مكتب تسويه المنازعات الاسريه. تمام. ده بقى مرحله قبل التقاضي لازم اي زوجه اه. تلجأ ليها. تمام. المفترض المكتب ده بيقوم على فكره جميله جدا وفكره مم. فاضله، اللي هي محاوله الاصلاح. ما هي الفكرة حلوة، الفكرة حلوة، الواقع هو بقى. التطبيق مش عمليا مش صح. وده بسبب برضو ان يعني اللي موجودين في المحاكم، مم. ممكن نقول ايه، غير مؤهلين. يعني بعضهم غير مؤهل، او حقيقي. بمعنى اصح مش ما فيش الاعداد الكافي. يعني هو لو تم اعدادهم يعني هو المفترض ان هم خبراء نفسيين واجتماعيين، ده ده وهم المفروض. مم. ولكن لو فعلا الناس دي يعني
واخدين دراسات كافيه او زي بره، يعني بره يعني بحيث يبقى بيقعدوا عنده مقدره جلسات فعلا على الاصلاح. جلسات مع الزوجة وجلسات مع الزوج فعلا في سبيل إصلاح، مش مجرد انت عايز تطلقي ليه، انت عايز تطلق ليه وخلاص على كده. يعني برضو الواقع العملي دلوقتي ان هي بقت خطوه قبل المحكمه بس، يعني تعتبر بنلجأ ليه. يعني من ضمن إجراءات التطوير. يعني هي طولت الاجراءات، اه. ولكن برضه انا هقول لك نقطه. مم. يعني هو بالنسبه رغم ان هي اجراء تطويلي، بس انا كرأي شخصي ان هو مفضل برضه التطويل في بعض الحالات. يعني التطويل يعني عشان ما نهدش بيت على طول. يعني رغم ان انا بقول لك ان انا باخد على مم. على اجراءات التقاضي انها طويله شويه، ولكن برضه تسريعها زياده عن اللزوم في اشكاليه برضه، لان ليه؟ احيانا يعني بالتجربه العمليه ان مم. احيانا الموضوع لو خلص بسرعه ما مم. بيديش فرصه للتراجع. تمام. يعني برضه في ستات كتير اثناء الاجراءات بيحصل صلح. مم. يعني بيحدث احيانا. ممكن حقيقي صح. يعني شفنا حالات زي دي، وخصوصا لما يبقى في اولاد في حقيقي في حقيقي. النص. طيب خلينا نقول يعني لبعض الناس اللي هو ممكن ما تبقاش عارفة، في بعض الناس تقول لك طب هو الخلع دي بتتحسب طلقة؟ طب هو يقدر الزوج يرد الزوجة بعد الخلع، هو ال3 شهور العدة؟ يعني حابين برضو حضرتك توضح هي للمشاهدين اللي ممكن يبقوا هي بيتساءلوا. بتبقى طلقه بائنه، بينونه صغرى. مم. بمعنى اصح يعني ايه؟ يعني هو مجرد ما القاضي طلق في الخلع، الزوج ما ينفعش يرجعها الا بعقد جديد. بس مش محتاجين ما فيش عده لان هم اصلا كانوا زوجين. مم. يعني لو هم اتطلقوا، لو اتحكم النهارده بالطلاق بالخلع وجم تاني يوم قرروا ان هم يصطلحوا فيعملوا عقد جديد كانهم بيتجوزوا من اول وجديد، مش محتاجين عده لان هم اصلا كانوا ازواج. مم. لكن هي بتحتاج العده بس لو هتتجوز حد غيره. ده برضو لا يعني هي لازم لو هتتجوز حد غيره لازم بعد 3 شهور لازم العده. بعد الخلع. لازم تمام. العده. مم. لكن لو هتتجوزه هو لا ما تاني هو لا طبعا ده مش هيبقى محتاج محتاج عده. عدة حقيقي. بس في الحاله اللي زي دي لازم عقد جديد. يعني هو مش ينفع يرجعها بمزاجه عقد كده. ومهر جديد. يعني كانهم بيتجوزوا لاول مره، يعني مم. مش النظام الطبيعي. وبتحسب طلقة طبعا. وتحسب طلقه في كل تمام. الاحوال. طيب احيانا برضو كان في اشكالية في القانون ده ان هو الزوج ممكن لا يعلم ان مراته رفعت عليه خلع، ممكن يكتشف، ممكن يتم رفع قضية واحالتها لمكان وهمي للزوج، يعني مش المكان اللي هو الزوج مقيم فيه فعلا، وفجأة يكتشف ان هو اتخلع. هل في يعني اجراءات ممكن انها تبطل او يتم الطعن على هو صدور حكم بالخلع، ولا لا طالما صدر الحكم حتى لو كان في تلاعب في الاجراءات لا القاضي لا يؤخذ بيها؟ هو المشكله في حاجتين. مم. اول حاجه ان الخلع ما فيهوش طعن ابتداء، يعني ما ينفعش ان يتم استئناف ولا اي حاجه. هو جميل. درجه واحده. حتى لو كان في تلاعب. ولكن مم. العمل جرى بقى على ايه؟ ان لو حصل وكان في تلاعب في الاعلان وما كانش الزوج فعلا يعلم، ممكن يرفع دعوه اسمها بطلان خلع. بطلان على اساس ان ما بني على باطل فهو باطل. ولكن في اشكاليه ما هي برضه. دي مش شبه الطعن؟ لا، ما هو مش طعن، دي قضيه جديده. بطلان حكم الخلع. وممكن فعلا يتم ممكن الخلع؟ ده يعني العام ولا يعني يحكم بيه يعني ما يتحسبش ان دي طلقه؟ ما هو المشكله ان يعني هي في اشكاليتين دلوقتي. اه. هو عشان يعمل ده الإشكالية تحصل لو كانت هي بعد كده كانت اتجوزت مثلا أو كانت حقيقي صح. يعني لو كان يعني هو الموضوع فيه إشكالية. ولكن لكن في طريق زي ما قلت لك، في الطعن بالبطلان. طب بس لو كانت اتجوزت هيبقى ايه الوضع؟ يعني لو اتحكم له هتبقى هي المشكلة هنا ان هي يعني هيبقى كأنها ما كانتش مطلقة، وهتدخل بقى في قصة ان هي جمعت ما بين زوجين وكده. ده مشكلة كبيرة. فيعني ده ما هي يعني بس هي من البداية اللي سلكت طريق خاطئ برضه. يعني هي ما مشيتش الإجراء القانوني السليم. حقيقي. بس هو بشكل عام الحالة دي نادرة. نادرة ليه بقى؟ لأن هي مش محتاجة ما تعلنوش، لأن هو حتى لو جه وقال أنا مش عايز أتخلع هيتخلع برضه. حقيقي. أستاذ أشرف مشرف المحامي بالناقد، نورتنا، سعدنا بوجود حضرتك معانا. شكرا ليك، كل سنة وحضرتك طيب. صحة والسلامة. شكرا لحضرتك. مشاهدينا في الختام بنشكركم على حسن المتابعة. يا رب نكون جاوبنا على أسئلة كتير ممكن تكون كانت بتدور في أذهان حضراتكم. نقابلكم بكرة مع فريق عمل آخر وأسرة جديدة في بيت العيلة، وتصبحوا على ألف خير.